ركز معايا من اول الفيديو لغاية اخره، وبإذن الله بعد ما نخلص هتلاقي نفسك بتحل اي سؤال متعلق بالدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر محمد حسين، والنهاردة بإذن الله هنتكلم عن درس الاولى اعدادي اللي هو الاحماض والقلويات. قبل بس ما نبدأ في الدرس كده على طول، عاوزين نعرف يعني ايه ايون موجب ويعني ايه ايون سالب. خدنا من الترم الاول والدرس الاول الترم ده خدنا يعني ايه فلزات ويعني ايه لا فلزات، وخدنا برضو انا مش عاوز اي حاجه في الفلزات واللا فلزات غير معلومه معينه بس كده هستخدمها في الدرس ده. الفلزات كانت بتفقد ولا بتكتسب؟ الفلزات كانت بتفقد وبتتحول لايون موجب. تمام. طيب يا مستر، الفلزات كانت بتفقد وبتتحول لايون موجب، الايون الموجب ده كان ليه اسم مشهور، كان ليه اسم اللي هو الكاتيون، كاتيونات. ماشي، يبقى الايون الموجب اسمه كاتيون. ده بالنسبه للفلزات. اللافلزات بقى، اللافلزات كانت بتفقد ولا بتكتسب؟ اللافلزات كانت بتكتسب. طيب يا مستر، الفلزات كانت بتفقد وبتتحول لايون موجب، طب يا ترى اللافلزات هتكتسب وتتحول لايون ايه؟ هتتحول لايون سالب. طب يا مستر، الايون الموجب كان اسمه كاتيون، طيب الايون السالب ليه اسم مشهور برضو اسمه انيون. ماشي، دي المعلومه اللي انا عاوزها بس في الدرس ديت. انا مش عاوز اي معلومه تانية عن الفلزات ولا فلزات غير المعلومه ديت. الفلزات بتفقد وبتديني كاتيون، اللافلزات بتكتسب وبتديني انيون. تمام. دلوقتي انا مديك امثله على الكاتيونات. ايه هي الكاتيونات؟ ايونات عناصر فلزيه، الايونات اللي طلعت من الفلزات، يعني بعد ما الفلز فقد اتحول لايون موجب اسمه كاتيون. مديك امثله للكاتيونات ومديك امثله للانيونات. طب يا مستر دول يعني ايه دنيتهم؟ دول نحفظهم قبل ما نخش على الدرس، لازم تحفظ ده كله، لو انت ما حفظتهوش ما تكملش الدرس. ماشي، حلو. يعني ده كله يا مستر اللي انت كاتبه دوت، الكاتيونات دي كلها اللي هي جايه من الفلزات، والانيونات دي كلها اللي هي جايه من اللافلزات، لازم احفظهم. ايوه. طيب بصوا يعني سريعا كده، عاوزين نعرف انا مثلا هنا كاتب ال اي موجب واحد. الواحد ما بيتكتبش يا جماعه، ال اي موجب واحد. يعني ايه ال اي موجب واحد؟ طب يا مستر ما انت تحت كاتب ام جي موجب اتنين، هو ايه انت بتكتب موجب واحد وموجب اتنين؟ طيب والالومنيوم كاتب موجب تلاته، ايه الفكره بقى؟ ال اي موجب واحد ده فلز صح؟ يعني ايون موجب. طالما انا كاتب ال اي موجب واحد معناه ان هو فقد واحد الكترون. ماشي. طيب المغنيسيوم مكتوب ام جي موجب اتنين، يبقى ايه؟ فقد اتنين الكترون. يعني الشحنه او التكافؤ اللي فوق دوت، ده بمعنى اصح انا بقول لك هو فقد او اكتسب قد ايه. ماشي، يعني اللي فوق دوت اسمه الشحنه او التكافؤ بتاع العنصر. طيب الالومنيوم مكتوب ايه ال موجب تلاته، ايه موجب تلاته؟ يعني فقد تلاته الكترون، يعني شحنته موجب تلاته او التكافؤ بتاعه ايه؟ ثلاثي. ماشي، حلو. ده بالنسبة للكاتيونات. نفس الكلام برضو بالنسبة للأنيونات. الأنيونات كلها، بس هنا يا مستر هنا انت كنت كاتب ال اي موجب لان هنا ايه؟ دي ايونات موجبة، لكن هنا كاتب كل الأنيونات سالب زي ما انتوا شايفين. هنا كان كله موجب لكن هنا ايه؟ كله سالب. طب يا مستر برضو عايزين نفهم الفكرة، انت ليه هنا كاتب اف سالب واحد؟ ما الواحد مش بتكتب زي ما اتفقنا، ليه كاتب اف سالب واحد وهنا كاتب او سالب اتنين؟ ويعني ايه الفكرة؟ امتى بتكتب واحد وامتى بتكتب اتنين؟ هنا انا كاتب اف سالب واحد معناه ان هو اكتسب واحد الكترون. حلو. طيب او سالب اتنين معناه ان هو اكتسب اتنين الكترون. الاس سالب 2 اكتسب 2 الكترون، يبقى هنا دي الشحنه او التكافؤ. ماشي. طب يا مستر انت ليه كاتبه سالب؟ ليه مش كاتبه بالموجب؟ لان ده لا فلز بيتحول لايون سالب وليس ايون ايه؟ موجب. حلو الكلام. وزي ما انتم ملاحظين يعني الموضوع سهل في الحفظ، يعني شايفين الانيونات كلها اخرها يهدال، فلوريد كلوريد بروميد يوديد كلها يهدال. ماشي، ده كان بالنسبه للايونات الموجبه والايونات السالبه. طب دلوقتي يا مستر انا شايف ان انت كاتب الهيدروجين كده لوحديه، ايه ماله دوت؟ طب يا مستر انت كاتب اتش موجب، اتش موجب يعني ايون موجب. ماشي، حلو، يعني كاتيون صح، بس انا كاتبه لوحديه لان دوت الايون الموجب الوحيد. احنا متعودين ان احنا الايونات الموجبه بتيجي من الفلزات صح؟ فلز بيطلع ايون موجب، ده بقى الايون الموجب الوحيد اللي جاي من لا فلز. يعني انت يا مستر قصدك ان الهيدروجين ده لا فلز
يعني طب طالما لا فلز مفروض يطلع، يبقى مفروض يكون اتش سالب، بس لا دي حاله شاذه لوحديها. الهيدروجين لا فلز بس مع ذلك بيطلع لي ايون ايه؟ موجب. ماشي حلو. طيب دلوقتي يا مستر هنا كانت ذره، يعني مثلا ال اي دي ذره والان ايه دي ذره بتطلع لي ايون. طب دلوقتي يا مستر هو في ينفع ايون يكون لذرتين او اكتر؟ ايوه. طب فين هو الكلام ده يا مستر؟ يعني دلوقتي مثلا الاو اتش ده ايون، انا كاتب او اتش وكاتب الشحنه بتاعته سالب 1، ده ايون برضو؟ ده ايون، بس ده اسمه المجموعه الذريه او الايون متعدد الذرات. يعني ايه يا مستر الكلام دوت؟ ايه الفرق بينه وبين اللي فوق؟ زيه وزي اللي فوق بالظبط، بس عارف ايه الفرق؟ ان اللي فوق كان ذره واحده بس، ال اي ان ايه مثلا فلور كلور، لكن دوت ايه بقى؟ دوت ذرتين او اكتر. بصوا كده، او هالاو مثلا والاتش وهالاتش، جمع ذرتين مع بعضيهم. طيب ذرتين مع بعضيهم هاخد بأنهي تكافؤ فيهم؟ يعني مثلا دلوقتي الاو كان -2 والاتش -1، لا انت ولا هتاخد ولا بشحنه الاو ولا بشحنه الاتش، ده انت هتاخد بشحنه جديده. يعني دلوقتي ملخص الكلام يا مستر ان الفرق بين المجموعات الذريه اللي هي تحت اللي انا كاتبها كلها دي والايونات العاديه ديت ان ده ايون لذره واحده، ايونات لذره واحده، لكن اللي تحت ايونات برضو وفيها موجب وسالب. خلي بالكم بصوا كده، ان اتش 4 موجب وفي سالب، لا وكمان ايه ده في -2 زي اللي فوق برضو. بس ايه الفكره؟ ان ده اكتر من ذره، ذرتين او اكتر، بس دي الفكره، ده الفرق ما بينهم. طب دلوقتي يا مستر انت قلت لي ده زي اللي فوق بس الفرق ان ده ذرتين او اكتر. طب اللي فوق مثلا كان فيه موجب وفيه سالب، هل المجموعات الذريه فيها موجب وسالب؟ ايوه فيها موجب وسالب. ازاي يا مستر؟ المجموعه الذريه الموجبه الوحيده اللي عليكم NH4 موجب 1، يعني اسمها الامونيوم، بس خلي بالك اسمها الامونيوم وليس الالمونيوم. الالمونيوم دوت ده كان فلز بيديني ايون موجب، لكن الامونيوم دي مجموعه ذريه برضو موجبه. الالمونيوم كان موجب 3 لكن ده موجب ايه؟ ده موجب 1. تمام. طيب يا مستر كان في برضو هنا انيونات سالبه، ماشي؟ هل في مجموعات ذريه سالبه؟ ايوه دلوقتي زي ما انتم شايفين الاو اتش سالب، الان او 3 ان او 2 اتش سي او 3 سي ال او 2، انا اعمل فيهم ايه الكلام ده يا مستر؟ احفظهم. ماشي؟ ده كله انت هتحفظه علشان تقدر تفهم الدرس، وبعد شويه نقدر نعرف يعني ايه احماض ويعني ايه قلويات. تمام حلو ماشي. طب دلوقتي يا مستر هنا مثلا كان في بالنسبه للاكسجين كان او -2، وهنا مثلا البروميد يعني مثلا الاكسيد هنا كان او -2 وهنا البروميد كان بي ار -1. هل في المجموعات الذريه ليها برضو -1 وسالب 2؟ -1 زي ما انتم شايفين اهو. طيب بالنسبه بقى في مجموعات ذريه ب-2 CO3 والSO4 والSO3، كربونات كبريتات كبريتيت، وخلي بالكم كبريتيت وليس كبريتيد، اللي اخرها ده عنصر لا فلز، لكن اللي اخرها ت دي مجموعه ذريه. ماشي حلو. طيب دول على بعضهم الشحنه بتاعتهم -2. طيب في يا مستر شحنه تكافؤها -3 البي او 4 اسمها مجموعه الفوسفات. طيب دلوقتي يا مستر يعني بالنسبه للمجموعات الذريه ممكن احفظهم ازاي؟ المجموعه الذريه الموجبه الوحيده اللي عليك NH4 موجب 1 اللي هي الامونيوم. حلو، يعني الموجب 1 المجموعه الذريه الموجبه هي الامونيوم. حلو خلصنا منها. طب السالبه بقى نحفظهم ازاي؟ بصوا في اللي اولهم كاف كربونات كبريتيت، اللي اولهم كاف دول المجموعات الذريه اللي تكافؤها -2 بس خلي بالك هنا في الكلوريت دوت ايه؟ ده برضو في كاف بس دوت -1. انا بتكلم على دول كربونات كبريتيت دول -2. يبقى دلوقتي احنا قلنا ايه؟ الامونيوم موجب، كربونات كبريتيت سالب بس -2. حلو. طب والباقي كله -1 ده كله -1. طيب دلوقتي احنا خدنا اللي هو ب-1 والمجموعه الذريه الموجبه، وخدنا اللي هو ب-2. طب في حد ب-3 واحده بس، من هي؟ الفوسفات BO4 -3. بس ده يعتبر بالنسبه للامثله كل ده لازم تحفظه علشان تكمل الدرس. انا بقول لك ما تكملش الفيديو لو انت مش هتحفظ دول، لان انا بعد شويه هشرح كلام يعني مثال على الكلام ده.
ماشي؟ فانت وقف الفيديو احفظ دول وكمل معايا للجزئيه اللي بعديها. قبل بس ما نخش في الاحماض والقلويات على طول كده، عاوزين نعرف مقدمه عنهم. كان في عالم اسمه ايه؟ ارهينيوس ده قال ايه؟ قال ان في مواد اسمها الاحماض والقلويات. قال ان الاحماض دي مواد لما بمسكها وبرميها في الميه بتدوب في الميه. ماشي بتدوب يعني، وبعدين قال لك بتدوب وبتديني ايونات الهيدروجين الموجبه. طب يا مستر عاوزين نفهم الكلام ده. انا دلوقتي مديكم مثال على حمضين. اول حمض اسمه HNO3، ده لو حطيناه في الميه هيدوب او هيتفكك. هو كان HNO3 هيتفكك ازاي؟ هيبقى H موجب لوحدي وNO3 سالب لوحديها. ماشي، ايه اللي انتم ملاحظينه؟ اداني H موجب. طب يا مستر ما ممكن يكون ده حظ، طب ما تيجي نجرب حمض تاني. يلا HNO2، ايه اللي حصل؟ اتفكك لما حطيناه في الميه، داب في الميه، اداني ايه؟ H موجب وNO2 سالب. ايه اللي انتم ملاحظينه؟ ان الاحماض دايما بيتكرر فيها الايه؟ الاتش الموجب. وهو ده اللي قاله العالم ارهينيوس. قال ايه ارهينيوس؟ قال انك انت دلوقتي لو مسكت حمض في الميه، قصدي مسكت حمض ورميته في الميه، هيدوب او هيتفكك وهيديك دايما اتش موجب، اللي هو ايونات الهيدروجين الموجبه دايما. يعني دلوقتي يا مستر انا دلوقتي لو جالي مثلا مركب في الامتحان HNO3 او HNO2، اول ما المح الاتش ديت في اول المركب اقول عليه حمض على طول، ان هو هيتفكك ويدينا الاتش الموجب. يعني دلوقتي لو اوله اتش موجب، او بمعنى صح المركب اوله اتش، هقول عليه ايه؟ حمض. يعني HNO3 و HNO2. طب يا مستر اي حاجه اولها اتش هقول عليها حمض. قال لك ما عدا مين؟ ما عدا الميه اولها اتش بس مش حمض، ولا حمض ولا قلوي، دي حاجه كده متعادله لوحديها. ماشي، يبقى انا دلوقتي يا مستر في الامتحان كتب لي هو مركب كده انا مش فاكر اسمه، اي مركب يعني، انا لمحت المركب دوت اوله اتش زي دولة، اقول عليه ايه؟ حمض. ماشي، طيب ما ممكن يكون اوله اتش بس اسمه H2O، ده مش حمض ده ميه. ماشي، خلصنا الاحماض. بالنسبه للقلويات بقى، ارهينيوس قال ايه؟ قال ان القلويات ديت مواد بتدوب في الميه برضه زي الاحماض. قال لك وبتتفكك بس بتديك ايونات الهيدروكسيد السالبه. طب يا مستر ادينا مثال عشان نفهم. NaOH ده لما يدوب في الميه هيدينا Na موجب و OH سالب، ال Na لوحديها وال OH لوحديها. طيب KOH هيدينا لما يدوب في الميه هيدينا K لوحديها و OH لوحديها. ايه اللي انتم ملاحظينه بيتكرر في القلويات؟ انا والله يا مستر ملاحظ ان ال OH عماله تتكرر، وهو ده اللي هو كان بيقول العالم ارهينيوس. كان بيقول ايه؟ لو انتم مسكتوا اي قلوي ورميتوه في الميه هيدوب، ودايما هيديكوا ايونات الهيدروكسيد السالبه زي ما انتم شايفين. يا مستر يعني دلوقتي لو في الامتحان جالي مثلا مركب كبير زي دوت كده، انا مش فاكر اسمه، جالي المركب ده حمض ولا قلوي، ابص لا لو اخره OH هقول عليه ايه؟ قلوي. طيب لو اوله اتش هقول عليه ايه؟ حمض. ما عدا مين في الحالتين؟ ما عدا الميه. ما هو ديت الميه برضو اولها اتش موجب واخرها OH سالب. لو مسكنا الميه في 2 اتش صح؟ اتش و اتش وفي واحده O كاتبها. ممكن حد دلوقتي يجيب له مثلا في الامتحان الشكل دوت، ايه ده اخره OH، هقول عليه قلوي. صفر، غلط، دي ميه مش تبعهم. طيب ده اوله اتش، ده حمض، ديت ميه ولا حمض ولا قلوي. ماشي، يبقى الكلام ده القاعده اللي احنا حطيناها دي بتنطبق على كله ما عدا الميه. المركب اوله اتش حمض، اخره OH قلوي، ما عدا مين؟ ما عدا الميه. يلا بقى نخش على الحته الصعبه بالنسبه لكم، التسميه وازاي نكتب الحمض. ركزوا معايا وباذن الله هتكون اسهل حته. نخش اول حاجه على الاحماض. الاحماض في نوعين: احماض لا تحتوي على اكسجين، احماض ما فيهاش اكسجين، واحماض فيها اكسجين. الاحماض اللي فيها اكسجين بسميها احماض اكسجينيه. ماشي، نمسك اول واحده، الاحماض التي لا تحتوي على اكسجين. ازاي يا مستر اكتب حمض يعني النوع الاول ده حمض لا يحتوي على اكسجين؟ القاعده اللي احنا نمشي عليها، اول حاجه هكتب كاتيون الهيدروجين زي ما انتم شايفين، كتبت كاتيون الهيدروجين. ماشي، وهكتب جنبيه اي انيون لا فلز، اي انيون لا فلز بس ما عدا مين؟ ما عدا الاكسجين.
ليه يا مستر ما عدا الاكسجين؟ دلوقتي اسمها احماض لا تحتوي على الاكسجين، ما فيهاش اكسجين. انت بقى عاوز تحط لي الاكسجين ازاي؟ مش هينفع. ماشي، يبقى انا دلوقتي هكتب الهيدروجين وهكتب جنبيها اي انيون لا فلز. ايه انيون لا فلز؟ قلت لكم تحفظوها من اول الدرس. حلو ماشي، كتبناهم يا مستر وانت كاتب 3 امثله. كاتب الانيونات اللا فلزات، كاتب اف وبي ار واس. نمسك واحده واحده. خلاص انت كده يا مستر عرفتنا ازاي نكتب الاحماض التي لا تحتوي على اكسجين. هكتب اتش وجنبها اي انيون لا فلز ما عدا مين؟ ما عدا الاكسجين. طب يا مستر انا ملاحظ حاجه بس، انت هنا كاتب اتش واحده لكن هنا كاتب اتش 2 ليه؟ جبت الاتنين دي منين؟ بصوا دلوقتي الاف ديت الشحنه بتاعتها كانت كام؟ كانت يا مستر اف سالب، اف سالب 1. عشان كده انا كاتب اتش واحده. طيب البي ار كانت بي ار سالب 1 برضو، علشان كده كاتب ايه؟ اتش واحده. لكن الاس اللي هي الكبريتيد، ايه الكبريتيد ديت؟ كانت اس سالب 2، علشان كده انا كاتب ايه؟ اتش 2. ماشي، يبقى انا دلوقتي بشوف اللي جنبيها، بشوف اللي جنب الاتش، بشوف الشحنه بتاعته كام. لو الاس مثلا تكافئها الشحنه بتاعتها 2 بكتب اتش 2. طب البي ار كان سالب 1 كتبت اتش واحده. الاف كانت سالب 1 كتبت اتش واحده. يعني ملخص الكلام يا مستر، انا بشوف الشحنه، بشوف مثلا اللي هو اللافلز دوت اللي هو الانيون دوت، بشوف شحنته كام وعلى اساس الشحنه بتاعته بحط الاتش. ده كان 1 كتبت 1، ده كان 1 كتبت 1. لكن الاس كانت سالب 2 علشان كده كتبت اتش 2. حلو ماشي، خلاص عرفت اكتب الحمض. ازاي بقى اسميه؟ اول قاعده ثابته هنحط حمض هيدرو، حمض هيدرو، حمض هيدرو. احط كلمه حمض هيدرو، دي كلمه ثابته في كل حمض. خلاص يا مستر كتبت حمض هيدرو. بعدين تاني حاجه احول يه دال ليه كاف، اليه دال ليه كاف. طب يلا نجرب. خلاص اول مثال دوت كان حمض هيدرو. ماشي، الاف ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه فلوريد. فلوريد اخره يه دال. المستر جه الاول اللي اخره يه دال احوله ليه كاف. يبقى هكتب حمض هيدرو بس هكتب ايه؟ هكتب فلوريد ولا فلوريك؟ اكتبها باليه كاف، فلوريك. طيب يا مستر تاني مثال حمض هيدرو، برضو حمض هيدرو دي كلمة ثابتة تكتبها على طول. طيب البي ار ده كان البروميد، هيبقى اسمه ايه؟ اليه ده اللي يه كاف هيبقى اسمه بروميك. يبقى حمض هيدرو بروميك. طيب يا مستر ده كان الكبريتيد اخره يه دال، هتحوله ايه؟ هخليها الكبريتيك. يبقى حمض هيدرو كبريتيك. ده بالنسبة لأول نوع. سيبكم انتم من الملحوظة اللي أنا عاملها ديت، هقولها في آخر بعد ما أخلص يعني. تاني نوع بقى الأحماض الأكسجينية اللي فيها أكسجين. القاعدة اللي نكتب بها الحمض، أول حاجة هكتب كاتيون الهيدروجين زي ما انتم شايفين كده، كاتب كاتيون الهيدروجين. وهكتب جنبيه إيه؟ هكتب جنبيه أي مجموعة ذرية سالبة ما عدا مجموعة ما ينفعش استخدمها. من هي؟ الهيدروكسيد اللي هي الاو اتش. ليه يا مستر ما ينفعش تستخدم الاو اتش؟ لان الاو اتش دي تبع القلويات، يعني الاو اتش هي اللي بتميز القلويات. ازاي تحطها في الاحماض؟ وغير كده برضو يعني الاتش الموجب لما احطها مع الاو اتش السالب هيديك الميه، والميه ولا حمض ولا قلوي، مش تبعنا خالص الميه. ماشي خلاص، هكتب كاتيون الهيدروجين وهحط اي مجموعه ذريه سالبه ما عدا الاو اتش. حلو يا مستر، كتبت الحمض. هسميه ازاي بقى؟ اول حاجه هكتب حمض، يعني مستر مش هكتب حمض هيدرو، لا هكتب حمض بس. ماشي كتبت حمض بس. اللي اخره يه ت حوله لواو زين، واو زين. طب يلا واحده واحده. ان او 3. طيب ثواني يا مستر بس، هنا كاتب اتش واحده لكن هنا كاتب اتش 2. ال NO2 زي ما اتفقنا تكافؤها كام او الشحنه بتاعتها كام؟ كانت NO2 سالب 1 علشان كده كاتب هيدروجين واحده. لكن ال SO3 كانت كام؟ كانت سالب 2 علشان كده كاتب ايه؟ H2. حلو عرفناها خلاص. ماشي، NO2 ده كان نيتريت اخره يه ت، وانت يا مستر قلت لي اللي اخره يه ت حولوا الواو زين، يبقى بدل ما هو نيتريت اقول نيتروز. طيب ده يا مستر ده كان اسمه كبريتيت، هتحولوا لايه؟ لكبريتوز.
طب ده يا مستر ده كان اسمه الكلوريت، هتقول ايه؟ كلوروز. ماشي. يبقى عندنا حمض نيتروز وحمض الكبريتوز وحمض الايه؟ الكلوروز. ماشي. ده بالنسبه لاول، ده بالنسبه للاخر ي ت. طب دلوقتي يا مستر لو حمض اكسجيني بس اخره الف ت، هعمل ايه؟ الالف ت هحولها ليه كاف. بصوا ي ت بحولها لوز، طب الف ت بحولها لديك اخره يه كاف يعني، ما علينا. الالف ت هحولها ليه كاف. طب يلا بينا. ان او 3 ده يا مستر ده كان اسمه النترات. النترات هتحولها لايه؟ هحوش الالف ت احط يه كاف، بدل حمض النترات هقول حمض النيتريك. حلو. طب ثواني يا مستر بس، هنا انت ليه كاتب اتش 2؟ لان الاس او 4 كانت اس او 4 سالب كام؟ سالب 2، علشان كده كاتب اتش 2. طب يا مستر هنا البي او 4 ليه كاتب 3؟ البي او 4 كانت شحنتها بكام؟ بسالب 3، علشان كده انا كاتب اتش 3. يبقى على حسب الشحنه اللي جنبيهم بكتب الاتش. ايوه بالظبط. ماشي. طب يا مستر ده كان ايه؟ اس او 4 ده كان كبريتات اخره الف ت، هحولها لايه؟ كبريتيك. طيب ده يا مستر ده كان اسمه فوسفات، هيتحول ايه؟ حمض الفوسفوريك. ده كان بالنسبه للاحماض. بالنسبه بقى للقلويات، بس ثواني لو الاحماض كانت في الحاله الغازيه، يعني في الحاله الغازيه في صوره غاز يعني، مش هقول حمض، لما اجي اسميها مش هقول حمض هيدرو والكلام ده كله، هقول الاسم اللي هو قدامي على طول. يعني ايه يا مستر مش فاهم؟ ده كان اتش اف، كنت بقول عليه حمض هيدرو فلوريك. ماشي. بدل ما هقول هيدرو فلوريك، لا هقول ايه؟ ده فلوريد صح وده هيدروجين، هقول فلوريد الهيدروجين. ده امتى بقول كده يا مستر؟ لو موجود في الحاله الغازيه هقول الاسم على طول اللي انا شايفه، فلوريد الهيدروجين. طب ده يا مستر كان اسمه حمض هيدروبروميك، لما يتحول يكون في صوره غازيه هقول ايه؟ هقول ايه؟ بروميد الهيدروجين على طول كده. طيب ده كان اسمه حمض هيدرو كبريتيك، هقول ايه؟ كبريتيد الهيدروجين. لما بيكون في صوره حاله غازيه يعني في صوره غاز بقول الاسم على طول بدون اضافات بقى، ولا هحول يه ده ليه كاف ولا اكتب حمض هيدرو، هقول اللي انا شايفه فلوريد الهيدروجين، بروميد الهيدروجين، كبريتيد الهيدروجين على طول. ده امتى بقول كده؟ لما بيكون الحمض في الحاله الغازيه في صوره غاز يعني. ماشي. بالنسبه بقى يا مستر للقلويات، القلويات دي امرها سهل جدا. علشان اكتب قلوي قال لك ايه؟ اكتب كاتيون. كاتيون ايه؟ كاتيون سواء ايون موجب او مجموعه ذريه موجبه. الكاتيون ده هو الحاجه الموجبه يعني، يا اما ايون موجب يا اما مجموعه ذريه موجبه. بس خلي بالك ما ينفعش اكتب الايون الموجب اكتب الهيدروجين. ليه يا مستر ما ينفعش تكتب الهيدروجين؟ لان الهيدروجين كان بيمثل ايه؟ بيمثل الاحماض. ايه اللي هيخليني اكتب الهيدروجين في القلويات؟ وغير كده القلويات اخرها او اتش، لو انا ضفت الهيدروجين اللي هو الاتش مع الاو اتش هيدينا الميه، والميه مش تبعنا. فانا دلوقتي هضيف اي حاجه موجبه سواء ايون موجب او مجموعه ذريه موجبه ما عدا الهيدروجين. الهيدروجين ده ما ينفعش تحطه في القلويات. حلو ماشي. خلاص كتبت الايون الموجب او المجموعه الذريه الموجبه، هكتب جنبها ايه يا مستر؟ هكتب جنبها الاو اتش الهيدروكسيد، لان احنا من شويه خدنا ان الاو اتش هي اللي بتميز القلويات. حلو. طيب كتبت انا يا مستر ايون موجب وايون موجب وايون موجب، وهنا مجموعه ذريه موجبه زي ما انت قلت في القاعده بتاعتك، وكتبت جنبها الاو اتش. بس يا مستر انا بس في حته مش فاهمها، انت ليه هنا كتبت او اتش بس لوحديها وهنا او اتش وكاتب كل اتنين؟ ليه كل اتنين دي يعني؟ ايه الفكره؟ طيب والايه اللي كاتب او اتش لكل 3؟ بصوا كده على ايه الان ايه. الان ايه كانت ايه؟ ان ايه موجب 1، فعلشان كده انا كاتب هيدروكسيد واحده. طيب الام جي كان الام جي الشحنه بتاعته كان ام جي موجب 2، علشان كده انا كاتب ايه؟ او اتش لكل 2. طب الالومنيوم كان ايه ال موجب 3، علشان كده انا كاتب ايه؟ او اتش لكل 3. حلو الكلام. ماشي خلاص يا مستر. والان اتش 4 او اتش مش كاتب لكل حاجه لان الان اتش 4 كانت موجب 1 بس. طب يا مستر خلاص انا عرفت اكتب القلويات، اسميها ازاي بقى؟ هل في يه د ويه كاف والكلام ده؟ قال لك ولا اي حاجه. ده ايه
ده هيدروكسيد وده اسمه ايه؟ ده صوديوم، يبقى اسم على بعضيها هيدروكسيد الصوديوم. بس كده؟ ايوه بس كده. طب ده يا مستر هيدروكسيد ودوت ايه؟ مغنيسيوم، هيدروكسيد المغنيسيوم. بس نكتب بقلم تاني. طب ده يا مستر ايه ال OH ديت ايه؟ هيدروكسيد ودوت الالومنيوم، يبقى هيدروكسيد الالومنيوم. طيب دوت OH وده NH4 يبقى هيدروكسيد الامونيوم. يا مستر يعني انا دلوقتي بجراها من اليمين للشمال بس ولا اي حاجه؟ حلو يا مستر، دلوقتي خلاص احنا خدنا التسميه كلها، بس انت كاتب ملحوظه في النص: الشحنه الكليه للاحماض والقلويات بتساوي زيرو. يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجه. هديكم مثال واحد بس. مثلا لو مسكنا مثلا مثالين، ال HF ده حمض صح؟ ال HF ال H دوت كان شحنته كام؟ كان والله يا مستر بموجب واحد، والاف كان بكام؟ كان بسالب واحد. طيب موجب واحد وسالب واحد على الآلة الحاسبة يطلع لك معاك بكام؟ بزيرو. الشحنة الكلية لأي حمض، أي حمض بزيرو. طب اثبت لي الكلام ده على القلويات يا مستر. نمسك مثلا NaOH. ال Na كان بكام؟ كان بموجب واحد. طيب وال OH كان بكام؟ كان بسالب واحد، بتساوي كام في الآخر؟ زيرو. ربنا يبعدنا عن الزيرو. ماشي. بالنسبة بقى لحتة بسيطة كده اللي هو الأحماض، حمض الهيدروكلوريك دوت اللي هو كان HCl دوت، يعني ايه الاستخدام بتاعه او ايه الفايدة بتاعته؟ قال لك ده حمض تفرزه المعدة جوه معدتك. طيب ماشي، يعني بيطلع جوه معدة تلقائي؟ ايوه. طيب ايه الفايدة منه؟ الفايدة منه ان هو ايه؟ بيساهم في هضم الطعام، بيساعد انك انت تهضم الطعام. انت دلوقتي لما بتاكل اكل بتبقى عاوز تهضمه صح؟ اللي بيساعدك في الكلام ده هو حمض الهيدروكلوريك. حلو ماشي، عرفنا حمض الهيدروكلوريك. بالنسبة بقى لحمض اللاكتيك، حمض اللاكتيك دوت ده بيمد الجسم، بيمد العضلات بالطاقة اللازمة عند نقص الأكسجين. ازاي الكلام ده يا مستر؟ دلوقتي في ماتش كورة وإن مثلا اللاعب عمال يجري في الملعب هو عمال يبذل مجهود كبير صح؟ يعني دلوقتي الاكسجين هيحتاج اكسجين اكتر، وهو اصلا الاكسجين اللي هو موجود معاه حاليا مش ملاحق يوصل للعضلات، لان هو عمال يبذل جهد كتير في وقت صغير، فبالتالي عنده نقص في الاكسجين. يعني ايه عنده نقص في الاكسجين؟ ما هو عمال يبذل جهد كتير، طب فبالتالي يحتاج اكسجين اكتر. طب الكلام ده ايه اللي هيحصل؟ هو دلوقتي عنده نقص في الاكسجين بسبب ان هو عمال يبذل جهد. ايه اللي ممكن يحصل؟ قال لك جوه جسمه هيطلع حاجه اسمها حمض اللاكتيك. حمض اللاكتيك دوت هيديله الطاقه. ماشي، هيديله الطاقه امتى؟ عند نقص الاكسجين. طب دلوقتي حلو، اللعبه بتلعب في الملعب وعمالين يجروا وبسرعات عاليه جدا، وخلاص حمض اللاكتيك عمال يطلع في العضلات بيديهم طاقه عشان هم عندهم نقص في الاكسجين. يعني بمعنى اصح يعني بيبذلوا مجهود كبير في وقت قليل، فبالتالي عاوزين اكسجين اكتر. حلو، بس لو استمروا يلعبوا كده لفتره طويله هيجي لهم شد عضلي. حتى تلاحظوا ان اللعيبه في الاكسترا تايم يعني في الوقت الاضافي، يعني بلاحظ ان هم عندهم جالهم شد، ولاقي اللعيبه تعبانه واقعه في الارض. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو اول حاجه كان عندهم نقص في الاكسجين، فطلع عندهم حمض اللاكتيك اداهم طاقه كويس، بس لما كتروا في الموضوع حمض اللاكتيك عمال يتراكم في العضلات، حمض لاكتيك كتير. لما حمض اللاكتيك دوت بيتراكم في العضلات بيسبب الشد العضلي. يعني هو حمض اللاكتيك كويس بس كتره وحش، فهمنا؟